انت بتقولي ايه؟ التمثال بتاعي معاك بحق. والنعمة زي ما بقولك كده، وساعة زمن ويبقى في ايدك. الله اكبر عليك يا وش السعد. هي دي الاخبار اللي تفرح. بقالي ياما ما سمعتش اخبار حلوه. يبقى انا كان معايا حق. نصار اللي كان لطشه. التمثال فين؟ عاينة في البيت. بيت؟ وبيعمل ايه في البيت؟ يلا نجيبه. افهم الاول، انت ناوي على ايه مع نصار؟ ناوي على ايه؟ هنفخه. هو ده اللي انا عايزاه. رديتي روحي يا روحي. يلا. مش انا كنت بحبك قد البحر؟ دلوقتي بحبك قد المحيط. انا عايزك تتمني اي حاجه في خيالك، هنفذها لك وقتي غماضي. اما نشوف. يلا بينا. يلا بينا. التمثال فين؟ عاينة في البيت. بيت؟ وبيعمل ايه في البيت؟ يلا نجيبه. افهم الاول، انت ناوي على ايه مع نصار؟ ناوي على ايه؟ هنفخه. هو ده اللي انا عايزاه. رديتي روحي يا روحي. يلا. مش انا كنت بحبك قد البحر؟ دلوقتي بحبك قد المحيط. انا عايزك تتمني اي حاجه في خيالك، هنفذها لك وقتي غماضي. اما نشوف. يلا بينا. يلا بينا. نهار اسود، يا نهار اسود. التمثال راح فين؟ راح فين؟ انا كنت شايلاه هنا، كنت شايلاه هنا. راح فين التمثال؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا وقعتك الشام يا عايشه. راح فين التمثال؟ راح فين؟ راح فين؟ مين اللي عمل فيا كده؟ مين اللي عمل فيا كده؟ يعني ايه ما لقيتهوش؟ امال راح فين؟ معرفش والله يا عيسى، انا هتجنن. يعني اتبخر؟ تكونش لعنة الفراعنة؟ انت قلت لحد على الحوار ده؟ ورب الكعبة ابدا، انا معرفش اصلا ازاي ده حصل. مالك يا عيسى؟ بتبص لي كده ليه؟ انت مش مصدقني؟ ابدا. بس احنا بقالنا فترة يعني ليل ونهار مع بعض وندور على المحروس ابنك. ما قلتليش ليه التمثال معاكي؟ ما قلتيش ليه؟ ما كان على يدك كل حاجة. أنا حوار العيال ملك وفارس ده أصلا نخفني وخلاني مش على أعصابي. لما رقت وهديت جيت قلت لك على طول إن التمثال معايا. وانا المفروض اشتري الحوار ده. طب كنت جبت علبة وشريط ستان وعملتهولي فيونكة. وأنا إيه مصلحتي إن أحور عليك؟ انت عايزاني الطم على وشي في الشارع ويقولوا عيسى الوزير اتهبل؟ ما قلتيش ليه؟ ما أنا جيت وقلت أهو. والنبي يا عيسى ما تفهمني غلط، أنا ما أعرفش التمثال راح فين. انا يتعمل معايا كده يا عيشة؟ بس العيب مش عليكي، العيب على اللي ربى ام الشنب ده. باي من غير سلام. الجواز ده غريب قوي يا عم نصار. ايه؟ هو الواحد محتاج يقعد كام سنة عشان يستريح مع مراته؟ كام سنة؟ وانت لسه ما ارتحتش مع مراتك يالا؟ لا أنا مش متجوز أصلا، أنا بسأل في العادي. طب روح شوف شغلك يلا. بس يا معلم. كفاره يا نصار. انا قلت ما يصحش برضه تبقى خارج من السجن وما اجيش اقول لك الحمد لله على السلامه. ليه يا اخويا كانت تأبيدة؟ دول يومين بليلة في حجز. ولو ساعه في السجن مر. وانت عارفني انا صاحب واجب واحب الواجب قد عينيا. خير يا ابو الواجب. خير يا حبيبي. اجي لك من ابو قريب. تعالى لي من ابو قريب. انا عايز التمثال بتاعي. في المتحف. طب يلا بينا نجيبه. محتاجين مرشد. يعني ايه؟ مرشد سياحة يا جدع. هو انا ما قلتلكش؟ ايه؟ مش انا لقيت مرشده سياحيه وقالت لي ان التمثال بتاعي عندك انت؟ ويا ترى بقى مين المرشدة السياحية اللي قالت لك إن التمثال عندي؟ ام فارس. عيشه. تنك ماشي ورا النسوان عايز. ما انا ما لقيتش كلام رجاله امشي وراه.
ما انت طول عمرك غاوي ماشي ورا النسوان، اعمل لك ايه انا؟ نصار، انا فضلت صابر عليك عشان كنت شاكك انت ولا مش انت، بس دلوقتي يا واكل قوتي يا ناوي على موتي. اشتري مني. الدنيا عامله زي كفه الميزان، يوم فوق ويوم تحت. لو ما وزنتش صح تقع. انت بقى ما وزنتش صح فوقعت وهتتاز بالكذب. كفة العتاولة طول عمرها طبة. ده عند امك. حاج سترة؟ اه. وده فمان. عارف عيسى بحبك أوي أنت مكشف. وانا احبك وانت غشيم. كرباج ورا يا اسطى. يس يا اختي يس. ايه ياما؟ احط كده اشوفك، ابص كده اشوفك، صبح وليل ومسا وكل الاوقات متوفره حضرتك. في ايه؟ لازقه انجليزي؟ مالك يا بت؟ هتصاحبيني بالعافيه؟ ما يصحش يا ست سترة. انت هتعلميني العيب والغلط. لمي نفسك يا بت، شوفي بتكلمي مين. انا المعلمه سترة العترة. ما ينفعش ياما نبقى سنفسوق. اسالي السنجريه كلها، انا اصحابي على اعلى مستوى. يلا يا بت روحي من هنا. انا عشان خاطر نصار مش هرد عليك. لا يا اختي، ما تسيبي النصار في النص. ردي عليا وريني هتعملي ايه، ويكون في علمك بنتك لسانها طويل زيك بالظبط. انا مدياكي احسن بنت في الدنيا، زينة البنات ومتربيه احسن تربيه. ما تتقي الله فينا بقى يا شيخ. انا اتقي الله يا ساتر. اوعي اوعي نشوف هي. ازيك يا عم خميس؟ بقالك سنين قاعد القعده دي يعني، ما زهقتش؟ دلوقتي بس زهقت وقرفت من أول ما شفت طلتك البهية. إيه اللي رماك عليا يا وزان؟ الحوجه يا عم خميس. حكت إيه اللي ليك عندي؟ ابن اخوك نصار لعب معايا لعبه وعمل معايا الغلط. انا طول عمري عارف ان هو سره في عبك. لا تقوم تجيب حاجتي كده اللي انت دسها جوه في العشه، لا اجيبها انا. العشة قدامك غربينها، ولو لقيت الحاجة اللي بتدور عليها حلال عليك خدها. عارف يا عيسى، زمان وانت صغير كنت عيل رزل قوي، اخر رزالة وبواخة، وكنت لما تشوف حاجة تعجبك تشبط فيها وتاخدها بالعافية وما تسيبهاش. لكن نصار كتير سبك وخدها منك وحرق قلبك عليها، يعني زي عيشة. فاكر هذا ولا مش فاكر؟ مفيش حاجه يا معلم عيسى. عارف ياض يا خميس، يا حرام الخزن، انت تمامك ايه؟ انت وابن اخوك تشبحوا زي الذبيحه. يا نصار يا حبيبي. يا عيسى ايه؟ لحقت وحشتك؟ ما تشوفش وحش، بس اللي هيوحشك عمك خميس. عم خميس باي من غير سلام. اعمل لي بن غامق يا عم خميس. عم خميس. عم خميس بره الليله دي يا عيسى وزان. جرى يا نصار، ايه الدخله دي؟ يا راجل ده انا قاعد مستنيك في الساعه عشان اطمنك عليه واقول لك ان هو في الحفظ والصون. وبعدين انا جيت لك بدل مره 1000 عشان ارجع حاجتي. عيش وملح وراعيناه، اخوه وعشره وصلناها. يعني سمعوني احلى سلام. هقعد ادور على حاجتي مدى الحياه؟ انا مش عيشه يا نصار، انا عيسى. مش قد اللعب معايا ما تلعبش او تحمل.
عم خميس بره الحدوته دي اصلا. ولاد ركزوا لي على الضلوع، وجعها صعب عشان لو نمت واتقلبت تفتكرني. ما تقرص يا حمو، اقرص لي على قفص الصدر. ولعوا لي في العشه دي. العشه تولع.